الفريق الإعلامي تحداني أسوي طبخة من هذا الكتاب طلعت لي هذه الأكلة بيف ويلينغتون. ذكرتني طبق سويته أنا في ماستر شيف، وهذا الطبق كان اسمه نوتا بيف ويلينغتون، واللي هو خلاني أطلع من المسابقة. بطاطا راح نقطعها مكعبات، نسلقها، نهرسها، نطبخها مع كريمة وزبدة. قوامها راح يصير كريمي جدا. راح نجيب فطر أبيض نفحصه بيدنا وراح نقطعه شوية. نوعية ثانية من الفطر هم راح نقطعها، زبدة، بصل، ثوم، نحمرهم شوية ونخلي فوقاهم الفطر ينطبخ إلى أن ينشف تماما. هاي نسميها مشروم دوكسال، وراح نسوي وياها كريب مالح، وراح نطبخه ونسويه كلش خفيف. قطعة ستيك واغيو من حبل الظهر راح نخليها ونخلي معاها روزماري وثوم، وأكيد نغرقها بالزبدة. راح نشيلها ونخليها ترتاح بالزبدة مالتها، ونطلعها ندهنها بشوية خردل وفلفل كاين، ونخليها فوق الكريب مالتنا، وراح نخلي فوقاها طن فطر ونغطيها بقطعة ثانية كريب. راح نقصها، والطبقة الثالثة راح تكون عندنا كريمي ماش بوتيتو، وراح نعدلها بالسباتولا. واخر شي راح نصف عليها ورق الفيلو نسويه كريسبي، وضربة أخيرة ببصل أخضر مجفف. وآخر شي راح نخلي صوص لحم مركز. حتى ناكلها نكسر كل الأوراق ونقصها بالنص ونستمتع. صراحة طعم وذكريات رهيبة. So good. Beef Wellington.